لاعبو الفريق الوطني قبل انطلاق هذه المباراة، كما تابعتم على الحسابات الخاصة لقناة الرياضية وللشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية على وسائل التواصل الاجتماعي. كان تكريم من نوع خاص للنجم للأسطورة العربي بن مبارك، نجم أتلتيكو مدريد، نجم نجوم الأتلتي لسنوات كثيرة، تم تكريمه اليوم من طرف عناصر الفريق الوطني هنا في سيبيتاس متروبوليتانو. لحظات وتنطلق هذه المباراة الودية السادة في مدريد. الفريق الوطني يبحث عن وجه آخر يسوق للعالم من خلال أرضية ملعب السيبيتاس. تنطلق هذه المباراة، كرة من نايف أجارد، نايف ليلعب لويس فانسيري الذي يلعب اليوم مع زكريا بوخلال في الخط الأمامي. بلال الخنوسي والصلة من جالس يحيى عطية الله رسمي في هذه المباراة. يحيى لاعب الوداد يعيدها مجددا للقائد الفعلي في محور خط الدفاع رومان سيس. رومان ينقلها في محور خط الدفاع لنايف أجارد نجم نادي وست هام الانجليزي، واحد من افضل مدافعي البريمير ليج. حكيم زياش، حكيم الضغط العالي من طرف لاعبي المنتخب البيروفي. البيرو لن يغامر في هذه المباراة. المنتخب البيروفي سيلعب باقتصاد كبير في هذه المباراة، يعلم جيدا قيمة وخطورة العناصر الوطنية وسيبحث عن الظهور بوجه يبعد عن مناصريه ما تابعوه في المباراة السابقة أمام منتخب ألمانيا. كرة من سفيان أمرابات، اللاعب الذي لا يعوض في خط وسط الفريق الوطني. نصير المزراوي يلعب لبوخلال لنصير، نصير يحاول أن يوصلها لحكيم زياش، لكن تدخل الدفاع البيروفي. حكيم كرة في التماس للعناصر الوطنية. الجمهور اللاتيني والجمهور المغربي لو التقيا معا في نفس الملعب اكيد انه الاجواء تكون يصعب وصفها، ويصعب اننا نقدم لكم ولو شويه مما نعيشه في ملعب متروبوليتانو في هذه الليله من ليالي مدريد، في هذه الليله من ليالي كره القدم العالميه. ضربة خطأ للمنتخب البيروفي، ميغيل تراوكو يلعبها لحارس مرمى بيدرو جاليس. بيدرو جاليس لمنتخب البيرو. تتحول كرة من الطرف الأيمن، أندرسون سانتا ماريا يصل بالكرة في محور خط الدفاع لمنتخب البيرو في محاولة منه للخروج بالكرة. هذا أندري كاريو لاعب الهلال السعودي زار المغرب مع الهلال في منافسات كأس العالم للأندية. كرة بيروفية لكن الضغط والتغطية من نصير المزراوي، يلعب النايف أجرد يوصلها رومان سيس. رومان عنده يحيى عطية الله من الطرف الأيسر، الدائرة الأيسر. هناك انطلاق البلال الخنوس لاعب نادي جانك البلجيكي، أفضل لاعب واعد في البطولة البلجيكية، النجم الصاعد في هدوء في سماء كرة القدم المغربية. بلال الخنوس نجم يستحق منا الكثير من الاهتمام، يستحق منا الكثير من الدعم، لأنه يذكرني شخصيا ببداية مبارك بوصوفة لاعب أندرلخت البلجيكي السابق. بلال الخنوس كانت عنده نفس البدايات في أندرلخت قبل أن يغادر نحو جانك، وما نظن شيء أنه سيطول به المقام في البطولة البلجيكية، لأنه يتوفر على خامة فنية ما شاء الله عليه من مستوى عالي جدا. لويس ادفينكولا الظهير الايمن للبوكا جونيورز. كاريو يبحث عن ايصال الكره للابادولا جاليوكا، كره للامام للعناصر الوطنيه. الضغط العالي، الضغط من يوسف فانسيري وزكريا بوخلال وتدخل الحارس بيدرو جاليس. نصير المزراوي امام كاريو، استخلاص الكره من سفيان امرابات، يرجع نايف أجارد تصل لرومان سيس لدفاع الفريق الوطني. رباعي خط دفاع في هذه المباراه، يحيى عطية الله ونصير المزراوي ورومان سيس. نايف أجارد في غياب أشرف حكيمي الذي يغيب عن هذه المباراة، تحمل على نفسه امام البرازيل واصر على وليد ان يلعب كرسمي تلك المباراه، لكن غادرها مصابا، ولكي لا تتفاقم اصابته قرر وليد ان يبعده عن التشكيل سواء الرسمي والاحتياطي في هذه المباراه امام منتخب البيرو. سفيان امرابات مره اخرى، نايف أجارد، نايف لنصير المزراوي. هناك انطلاق من يوسف فانسيري، كره للامام لوصول الاطلس والتغطيه من الدفاع البيرو في عمل كبير يقوم به ميغيل تراوكو للحد من خطورة العناصر الوطنية. عبد الصمد الزلزولي يعرف هذا الملعب جيدا وليلعب مباريات كثيرة مع أوساسونا في هذا الملعب. بلال الخنوس وتدخل أدفينكولا لويس، الكرة في التماس للمنتخب البيروفي. هذا
تابيا لاعب خط الوسط، ريناتو لاعب مهم جدا في خط وسط المنتخب البيروفي، لاعب ارتكاز يراهن عليه كثيرا مدرب منتخب البيرو بالنظر لما يتوفر عليه من خبرات في كرة القدم العالمية. ريناتو تابيا ليس بالعنصر العادي، ريناتو في تشكيل منتخب البيرو، يلعب لنادي سيلتا فيغو في البطولة الإسبانية، 27 سنة، كان متألق مع دفنت ومع نادي فاينارد. كرة للأمام من ياسين بونو. ياسين لو سألتموه عن بدايته في أوروبا سيقول لكم البدايات كانت في الفيزنتي كالديرون، الملعب السابق للأتلتي قبل التحول للسيبيتاس متروبوليتانو. خطأ والحكم يتدخل للإعلان عن المخالفة لمصلحة المنتخب البيروفي، كان تدخل نايف أجارد، لم يكن أمامه من حل آخر سوى إيقاف كاريو بهذه الطريقة. نب نايف أجارد بداية هذه المباراة، الدقائق الأولى منها دقائق صعبة جدا على منتخب البيرو ولا على الفريق الوطني. من سيسجل سيقطع شوط مهم للفوز بهذه المباراة الودية. الفريق الوطني ما بقتش عنده فوارق ما بين المباريات الودية والرسمية، كلهم سواء ما يبحث عنه الانتصار لإقناعكم، الانتصار لإرضائكم، الانتصار لكي تستمتعوا بمباريات وصول الأطلس الودي منها والرسمية. كرة للأمام في منطقة الجزاء لكن بعيدة عن تابيا. كانت المتابعة في القائمة الثانية 6 دقائق الأولى من هذه المباراة، والنتيجة كما أمام حضراتكم لازالت 0-0 بين المغرب والبيرو. جماهير البيروفيا أجواء استثنائية اليوم في كل شوارع مدريد. كرة تتحول من نايف أجارد لرومان سيس، الرومان من الطرف الايسر تصل الكرة من جديد يحيى عطية الله، يحيى للامام لبلال الخنوس، بلال الخنوس، تتحول كرة من جديد لنايف أجارد. المتابعة من هجوم المنتخب البيروفي، التدخل من سفيان امرابات وبلال الخنوس ما شاء الله عليه. كرة للامام من جديد للعناصر الوطنية، للامام سيروا للامام، لكن الكرة اقرب لحارس مرمى البيرو بيدرو غاليس. زكريا بوخلال، قود زكريا بوخلال من الجريمة التي يبحث عن استغلال اليوم المدرب وليد الركراكي، فيما حكيم زياش ممكن اعتباره صانع العاب في هذه المباراة، يلعب في خط الوسط مع بلال الخنوس امام سفيان امرابات الذي يلعب كلاعب ارتكاز وحيد في هذه المباراة، وبالتالي النظام الهجومي المعتمد من وليد يبحث من خلاله عن الايقاع بمنتخب البيرو، عن الوصول لمرمى غاليس في الدقائق الاولى من هذه المباراة. كرة تعود من جديد لمصلحة المنتخب البيروفي من ميغيل تراوكو، التغطية والتدخل من نايف أجارد. نايف يلعب للأمام لحكيم زياش، حكيم مرة أخرى تدخل ميغيل تراوكو، الحكم يقول ضربة خطأ لمصلحة المنتخب البيروفي. وتشيماريو تون يوصل من جانبنا لأدفينكولا لويس، أدفينكولا يمر صعبة للبيرو، لكن الحكم يرصد وجود خطأ لمصلحة العناصر الوطنية. الفريق الوطني الذي يبحث عن ذاته في الدقيقة الأولى من هذه المباراة، مرة طبيعي جدا العناصر الوطنية وليد اليوم يخضع التشكيل لعدد كبير من التغييرات، ربما الإصابة فرضت عليه وأن يغير أشياء كثيرة. نعرف دور الكبير لكل من عز الدين أناحي وسفيان بوفال يغيبان معا عن التشكيل في هذه المباراة. سفيان بوفال في بنك البدلاء وعز الدين أناحي يغيب عن هذه المواجهة بسبب الإصابة. فرصة أمام عبد الصمد الزلزولي لكي يقدم ورقة اعتماد ورفقة الفريق الوطني. ياسين بونو رقم 1. بونو، نعم الإنسان معرض للخطأ، لكن الخطأ في كرة القدم أمر وارد، هذا لا ينقص شيئا من قيمة البورتيرو رقم 1 في الفريق الوطني. ياسين بونو، كرة من يحيى عطية الله، يحيى للأمام عبد الصمد الزلزولي، الضغط من أدفينكولا، الزلزولي ممتاز جدا، ممتاز عبد الصمد، والخطأ للفريق الوطني.
كرة للأمام من زكريا بوخلال. بوخلال اللي وصلها لنصير المزراوي. نصير نحو حكيم زياش ممتازة جدا للعناصر الوطنية. مازال الإرادة حاضرة. إمكانية للعناصر الوطنية. فرصة في منطقة الجزاء لكن تدخل الدفاع البيروفي. تعود من كاريو. سفيان مرابط يستخلص الكرة أمام كاريو مجددا. نجم الهلال السعودي كاريو يبحث على بادولا. كاريو نيف جرد نيف وكاريو ونيف يبعد الكرة في التماس لمصلحة منتخب البيرو. نيف جرد عنصر الأمان عنصر الثقة. نيف المجتهد ولكل مجتهد نصيب. بدايته في البطولة الوطنية واليوم واحد من أقوى مدافعي الدوري الإنجليزي والفريق الوطني رفقة رومان سايس. من ضمن شيء أنه الأسئلة تطرح حول دفاع الفريق الوطني في ظل تواجد هذا الثنائي نيف جرد ورومان سايس. كرة في تماس للمنتخب البيروفي. ميغيل في تنفيذ التماس للمنتخب البيروفي. نظرات وليد يتمنى لا تخطئ هدفها في هذه المباراة أمام البيرو. كرة في تماس طلب للكرة من يوتشيمار يوتون لكن ضاعت من كاريو. تتحول من جديد من نيفاجرد والكرة في تماس ريناتو تابيا. نصير المزراوي داير الايمن لنادي بايرن ميونشن الالماني. عاد من الاصابه اليوم نادي بايرن ميونشن. غدا لناجلزمان قلعة الفريق البافاري والاعتماد على مدرب جديد على فلسفة جديدة على مدرب لديه من الخبرات ما يكفي لقيادة البايرن ولمنح الثقة لنصير المزراوي. كرة من يحيى عطية الله. تعود من جديد رومان سيس. رومان لسفيان امرابات. سفيان امرابات وسط لاعبي المنتخب البيروفي يخرج بكورته يلعبها لنصير. نصير لحكيم زياش. حكيم ينتظر الدعم والسند اللي يجيله من زكريا بوخلال. الحكم يطالب بمواصلة اللعب يقول ما فيش خطأ تماما. كرة من سفيان امرابات للفريق الوطني يحاول انه يكسر هذا التماسك البيروفي في هذه المباراة. كرة للأمام سيروا للأمام والحكم يطالب بمواصلة اللعب يقول ما فيها ولا شيء للفريق الوطني. فرصة كان بإمكانه أن تغير أشياء كثيرة في الدقيقة الأولى من هذه المباراة للفريق الوطني أمام الحارس جاليس. الإعادة عمل كبير في الكرة الماضية ما كانش مقصودة تماما. هذا الذي يدفع الحكم كي يأمر بمواصلة اللعب في المرة الأولى وفي المرة الثانية والكرة في الأخير خطأ لمصلحة المنتخب البيروفي. هنا تدخل دفاع المنتخب البيروفي تدخل ممتاز جدا من دفاع البيرو عبر أندرسون سانتا ماريا وكارلوس زامبرانو. ثنائي دفاع المنتخب البيروفي الثنائي الذي يراهن عليه المدرب خوان ماكسيمو رينوسو للحد من خطورة الفريق الوطني في هذه المباراة. كرة في خط دفاع سانتا ماريا لريناتو تابيا يلعب كرة من الجهة اليمنى لأدفينكولا لويس. أدفينكولا هجوميا ممتاز جدا. أدفينكولا كرة تعود من جديد لمنتخب أسود الأطلس لرومان سايس في خط الوسط. بلال يلعبها من الطرف الأيمن لنصير المزراوي. نصير نحو بوخلال اللي وصلها الحكيم. حكيم في خط الوسط سفيان امرابات تلعب كرة من الطرف الأيسر للفريق الوطني مرة أخرى. عبد الصمد الزلزولي لبلال الخنوس لكن تعامل ذكي من طرف دفاع منتخب البيرو ما يخليش المساحة تماما للعناصر الوطنية لصناعة اللعب في هذه المباراة. قلت لكم سمعة الفريق الوطني سابقة لكل أنحاء العالم وهذا اللي يخلي المنتخبات اللي يلعبوا أمامها تحاولوا أنها تقيد خطورتنا وتقيد الكفاءة الفنية اللي يلعب بها الفريق الوطني. اليوم غياب عزتين وناحي اكيد انه سيكون فراغ كبير في خط الوسط. نعرف جيدا قيمه لاعب اولمبيك مارسيليا عزتين وناحي المجتهد وناحي الذي شهد كثيرا في يوم من الايام في بولونيا في كاس العالم دانون وكان في سنه ربما لا يتجاوز 12 سنه. مشى ممثلا لحي لالا مريم لكي يلعب رفقه فريق البرنوسي في بطوله كاس العالم دانون عام 2012 في بولونيا في فارسوفيا. كان نجما واليوم شارك في كاس العالم وكان واحدا من نجوم الفريق الوطني. هنا الطموح اللي وصل الاجتهاد اللي وصل التضحيات اللي توصل والكره للمنتخب البيروفي. كره للبيرو تصل لادفينكولا
زامبرانو لسانتا ماريا. سانتا ماريا كرة في خط الوسط، ايتون يلعبها للامام والتغطية من دفاع الفريق الوطني عبر نصير المزراوي. نصير لزكريا بوخلال، التغطية من جديد من حكيم زياش الذي يشهد كثيرا مع انطلاق هذه المباراة. كان خطأ نعم، كان خطأ واضح والحكم يتدخل، واكيد انه لازم انه يلعب بعيدا عن الضغوطات النفسية. كرة للفريق الوطني، حكيم زياش لنايف أجارد للفريق الوطني. تصل كرة لسفيان أمرابات، سفيان رومانسيس، رومان في دفاع الفريق الوطني. تصل كرة ليوسف نصيري، المتابعة من زكريا بوخلال أقرب للحارس جاليس. ريناتو تابيا ضغط على حامل الكرة عبد الصمد الزلزولي، والكرة تعود من جديد لدفاع منتخب البيرو. يتراجع ايقاع المباراة بعد البداية اللي كانت فيها ايقاع محترم جدا، لكن الربع ساعة الاولى هذه الهدف سيغير كثيرا من طقوس هذه المباراة وتفاعلاتها. كرة من سفيان أمرابات، سفيان هناك طابلة الكرة من عبد الصمد الزلزولي. سفيان أمرابات يغير الوجه للطرف الايسر يحيى عطية الله نحو رومانسيس. القاعدة الخلفية للفريق الوطني بتواجد رومانسيس ونايف أجارد. حكيم زياش مفروض عليه وأنه يتراجع شوية للوراء لصناعة اللعب ولتحرير رفقاء وزملائه في هذه المباراة. كرة نحو يوسف نصيري لكن أقرب للحارس جاليس لريناتو تابيا. ريناتو كرة من جديد سانتا ماريا لمنتخب البيرو. أندي بويو في خط الوسط، يوشيمار ضاعت وتعود للمنتخب الوطني. كرة للأمام عبد الصمد الزلزولي. عبد الصمد من الطرف الأيسر يلعبها في منطقة الجزاء لكن تمضي بعيدا عن مرمى الحارس بيدرو جاليس. هذه كرة أولى في هذه المباراة كان بإمكانه أن تغير من النتيجة. عبد الصمد الزلزولي يعني الكفاءة الفنية اللي تنفع كثير في مثل هذه المواقف. المتابعة كانت من زكريا بوخلال، كانت طويلة عليه شوية، تضيع الفرصة الأولى للفريق الوطني في هذه المباراة. بيدرو جاليس، الجمهور المغربي يخلق أجواء استثنائية هنا في مدريد في سيفيتاس متروبوليتانو. مدريد التي تتوفر اليوم على ملعبين من مستوى عالي جدا، سيفيتاس متروبوليتانو ملعب الاتلتيكو مدريد، دون النغفل عن سانتياغو برنابيو. أعمال إعادة التهيئة لا زالت متواصلة في سانتياغو برنابيو الذي سيصبح ملعبا استثنائيا بكل ما تحمل الكلمة من معنى لواحد من أقوى النوادي في العالم، نادي ريال مدريد. كرة للأمام للمنتخب البيروفي، الحكم يمنح امتياز اللعب. تعود من زكريا بوخلال نحو نصير المزراوي لنايف أجارد، نايف لحكيم زياش من الطرف الأيسر حكيم، والكرة في التماس للفريق الوطني. كرة للعناصر الوطنية، نصير المزراوي، وليد الركراكي، وليد المدرب، وليد المربي، وليد الذي يقدم دروس في كرة القدم، واحد من أبنائنا، واحد من الكفاءات المغربية التي تألقت رفقة النوادي المغربية ورفقة الفريق الوطني. قاده لنصف نهائي كأس العالم، نصف نهائي المونديال يا سادة. نعم الأمر ليس بالعادي تماما، نعرف جيدا أنه في المونديال لا يقتصر أمر المساندة فقط على الجمهور المغربي، الكل ساند الفريق الوطني في كل مبارياته. وهنا في إسبانيا لا حديث إلا عن عروض أسود الأطلس وعن كفاءات العناصر الوطنية. كرة للأمام من زكريا بوخلال لحكيم زياش، طلب للكرة من الطرف الأيمن نصير المزراوي. لا كان بالإمكان وأن يكون أفضل مما كان في الكرة الماضية.
يوسف نصيري كان بإمكانه توقيع الهدف الأول في هذه المباراة. عمل كبير من نصير المزراوي الذي يتحرى من الرقابة، لكن زكريا بوخلال لحكيم زياش. شوف التمريرات المفتاحية بالمليمتر يا أخي، لعبها والمتابعة من طرف حارس المرمى جاليس. ضربة زاوية للفريق الوطني وكان بالهدف يطل من بعيد. الهدف ينتظر الرأس التي تحلق لتوقيع الهدف الأول في هذه المباراة، وجاليس مرة أخرى يبعدها. جاليس يبعد الخطورة عن مرمى المنتخب البيرو في ضربة زاوية أخرى. حكيم زياش ومن يتكفل بتنفيذها. صعود اللاعبين طوال القامة، صعود اللاعبين اللي تمنوا الوصول لمرمى البيرو، توقيع الهدف الأول الذي سيشعل المدرجات، الذي سيجعلنا أمام مباراة مختلفة تماما. كرة في منطقة الجزاء وتدخل جاليس. جاليس جاليس جاليس، والحكم يقول ضربة خطأ لمصلحة المنتخب البيروفي لحارس مرماه جاليس. خطورة العناصر الوطنية تتضح تدريجيا في الجولة الأولى من هذه المباراة من منتخب البيرو. حتى مدرب منتخب البيرو يستشعر الخطورة، يستشعر الخطورة، خطورة العناصر الوطنية على مستوى خط الهجوم في ظل تواجد السونسيري الذي يصول ويجول في سماء البطولة الإسبانية، في سماء لا ليغا مع سيفيا. يقدم مستويات رائعة هذا الموسم. ابن فاس العالمة، ابن فاس عاصمة العلم والثقافة لقدمتنا يوسف نصيري، خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. كرة من ريناتو تابيا. ريناتو من جديد يلعب كرته من الطرف الأيمن. ريناتو كرة للأمام وياسين بونو يتدخل. ياسين بونو لحكيم زياش. حكيم يمر. حكيم ينتظر الدعم والسند، لكن تدخل دفاع المنتخب البيروفي. كارلوس زامبرانو كرة للأمام لمنتخب البيرو. كارلوس يلعبها من الجهة اليمنى لأدفينكولا. ريناتو تابيا. سانتا ماريا لريناتو تابيا. سانتا يلعبها من جديد للمنتخب البيروفي. لا يغامر كثيرا في هذه المباراة منتخب البيرو، أمر عادي جدا. منتخب البيرو ربما ليبحث عن السقوط مرة أخرى كما سقط أمام منتخب ألمانيا، أمام الناسيونال مانشافت في المباراة الودية الأخيرة 2-0. اليوم من ضمن شيء أنه سيتقبل خسارة أخرى أمام جمهوره الكبير الذي يتابع هذه المباراة، ما يقارب ال 22,000 مناصر من مناصري منتخب البيرو في سيفيتاس متروبوليتانو، كلهم حماس لمساندة منتخب بلدهم. قبل ذلك هناك الملايين من الجماهير المغربية من طنجة إلى البويرة، الكل يساند والكل يدعم والكل وراء فريقه الوطني، الكل وراء المنتخب. يمثل بلد عظيم، يمثل شعب عظيم، يمثل المغرب بشعاره الخالد الله الوطن الملك. اليوم نتابع أجواء استثنائية في كل مدن العالم، في كل العواصم العالمية، شيء مثير للانتباه. الكل يتحدث عن بلدنا بافتخار كبير، سواء منجزاته في مختلف الميادين منها الثقافية والفنية والرياضية. المغرب المتألق. كرة من جديد من الطرف الايسر لرومان سيس. رومان عبد الصمد السلزولي خرج كرته لسفيان امرابط. الضغط من لاعب اللي ما شفناش كثير مع انطلاق هذه المباراة. لابادولا ما شفناش كثير. كرة يوسف نصيري حاول أن يلعبها بالراس نحو مرمى بيدرو جاليس، لكن لم يكن موفق في الكرة الأخيرة. تتحول بعيدا لمصلحة منتخب البيرو. بيدرو جاليس. كانت متابعة أيضا من زكريا بوخلال. ضربة مرمى للمنتخب البيرو في جاليس، والحارس الأكثر اختبارا في ال 22 دقيقة التي مضت من زمن الجولة الأولى من هذه المباراة بين المغرب والبيرو. بيدرو جاليس. أندري كاريو وجانلوكا لابادولا في خط هجوم المنتخب البيروفي. موجودين شرحتم تماما أمام دفاع يقدم مباراة محترمة جدا ولاعب ارتكاز عالمي. نعم، هو سفيان امرابط. لما سئل وليد الركراكي اليوم امس المؤتمر الصحفي قال
المركز ربما اللي شاطنك شويه، المركز اللي ما مخليكش مرتاح، المركز اللي ما عندكش فيه خيارات كثيره قل. نعم سفيان أمرابات لا يعوض في خط وسط الفريق الوطني. عندي بدلاء في كل المراكز، لكن سفيان أمرابات لاعب بمواصفات سفيان أمرابات صعب انك تجده في الفريق الوطني في هذه الساعه. كرة من جديد في خط الوسط نحو أندرسون سانتاماريا. أندرسون سانتاماريا يلعب كرة للأمام نحو لابادولا. لابادولا الإيطالي البيروفي كان في وقت من الأوقات يحلم بلعب للاتزوري الإيطالي. كرة للفريق الوطني للأمام، لكن راي مرفوعة، راي مرفوعة من طرف الحكم المساعد الذي يعلن عن تسلل. يوسف نصيري وسائل إعلام كثيرة تتابع وتواكب هذه المباراة، عدد كبير منهم من البيرو، ما يقارب 65 صحفي بيروفي يمثلون كل الوسائل الإعلام البيروفية، سواء إعلام مرئي أو مسموع أو صحافة مكتوبة. الكل يتابع جديد منتخب البيرو في تصفية المونديال. لن يكون الأمر سهلا المرة، يعني الهامش التأهل سيكون أكبر. نعرف جيدا أن المونديال ب 48 منتخب يختلف تماما عن المونديالات السابقة، هناك فرص أكبر للمشاركة في المونديال. منتخب البيرو وصيف الكوبا أمريكا لعب مباراة أمام البرازيل، كان مقنعا إلى حد ما في الكوبا أمريكا سنتيناريو التي احتفل بها الكونميبول بمرور 100 سنة عن تأسيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم. ومنتخب البيرو بأسماء جديدة يبحث عن تسلق المراكز، هنا الجمهور المغربي، الجماهير المغربية والجماهير البيروفية، يعني أجواء استثنائية هنا في المتروبوليتانو. كل الطرق المؤدية إلى الملعب كانت تشهد على أجواء حماسية لجماهير المنتخبين معا. ريناتو تابيا وسفيان أمرابات لاعبا الارتكاز، مجهود جبار. مخرج المباراة يعرف جيدا قيمة خط الوسط في هذه المباراة بين المغرب والبيرو. يوسف نصيري لم يكن محظوظا مع انطلاق هذه المباراة. يوسف نصيري مكانته في خط الهجوم لا تناقش، لاعب مؤثر جدا، لاعب قدم اوراق اعتماده كمهاجم رقم 1 في الفريق الوطني. ما نظنش انه وليد مساعد في يوم من الايام وانه يضحي بيوسف نصيري. يوسف مسجل الهدف امام البرتغال، يوسف نصيري هدف نادي اشبيليا الاسباني. يوسف نصيري المجتهد والذي يقدم كرة قدم بسخاء كبير في كل المباريات اللي يلعبها امام الفريق الوطني، بالضغط على المنافس، ضغط متواصل منذ انطلاق المباراة. كرة من زكريا بوخلال، الضغط على دفاع المنتخب البيروفي، الضغط على ميغيل تراوكو. سانتاماريا نحو زامبرانو كارلوس. زامبرانو طلب للكرة في خط الوسط من يوشيمار يوتون، والكرة من جديد للحارس بيدرو غاليس. بيدرو يوشيمار لاعب الارتكاز، يلعب كلاعب ارتكاز أمامه ريناتو تابيا. كاريو، سانتاماريا للحارس بيدرو غاليس. منتخب البيرو والآخر يعجز تماما لما يقارب 27 دقيقة عن الوصول لمرمى الفريق الوطني. ما شفناش منتخب البيرو ينجح في الوصول وفي تهديد مرمى الفريق الوطني في هذه المباراة. وراء ليوتشيمار يوتون، يوتشيمار ولا حل أمامهم. الحلول شبه منعدمة في هذه المباراة على منتخب البيرو. يفضل أن يلعب أندرسون سانتاماريا. أندرسون الضغط من طرف العناصر الوطنية. كاريو أندري للأمام للمنتخب البيروفي، والمتابعة من ايفاغارد والحارس ياسين بونو. يا بونو لسفيان أمرابات. سفيان أمرابات، بلال الخنوس، بلال لسفيان. كرة من جديد نيفاغارد طلب للكرة من سفيان أمرابات، يلعب قريب محور خط دفاع اللي اغلق كل المنافذ امام لابادولا وامام كاريو. مباراة اليوم مختلفة تماما عن المباراة السابقة امام البرازيل، ولو انه ينتميان معا لنفس المنطقة الجغرافية لامريكا الجنوبية، لكن الاسلوب مختلف. البرازيل يلعب كرة قدم مفتوحة، البرازيل يتوفر على خيارات فنية وقامات فنية من طراز اول، لكن البيرو بشكل اخر. كرة من بلال والضغط من دفاع المنتخب البيروفي، والكرة ضربة مرمى للحارس بيدرو غاليس. ضربة مرمى للبيرو. بلال الخنوس
الطنجاوي الذي يلعب اليوم في بلجيكا، من كان وراء اختياره للعب للفريق الوطني وجده رحمة الله عليه، يعني كان تحدث لهم على بلدهم، على وطنهم، على جمال بلدهم، وهذا اللي خلى بلال منذ أن كان طفلا صغيرا يحلم بأن يحمل يوما ما قميص المنتخب الوطني، رغم إلحاح روبرتو مارتينيز المدرب السابق للمنتخب البلجيكي مدرب منتخب البرتغال، لكن قال كلمة واحدة، قال لا تسألوني تماما عن جدول الاختيار، فقد اخترت، قلبي اختار اللعب للفريق الوطني. هو بلال اليوم عنصر رسمي في الفريق الوطني في المباراة السابقة أمام البرازيل، وفي مباراة اليوم أمام البيرو. عبد الصمد الزنزولي يمر من الطرف الأيسر للفريق الوطني، والكرة في التماس لأسود الأطلس. ظهير خط دفاع في هذه المباراة لمنتخب البيرو لا يسعدني كثيرا، والأمر هادي في ظل تواجد عبد الصمد الزنزولي وحكيم زياش ومعهم زكريا بوخلال. تعليمات المدرب البيروفي ما تخلوش لهم المساحات تماما على اطراف، هذا الذي يبرر انه كل من لويس ادفينكولا والرقم 6 ميغيل تراوكو ما يساعدوش تماما لمساندة خط الهجوم. لما قارب 30 دقيقة ما شفتهم شخصيا صعدوا لمساندة الخط الامامي. كرة من نصير المزراوي كان في وضع تسلل، والكرة تتحول لمنتخب البيرو. هي ثاني مباراة ودية أو ثاني مباراة في تاريخ المواجهات المباشرة بين المغرب والبيرو. الأولى عام 1970 لما فاز منتخب البيرو بقيادة نجمه الكبير كوبياس. كوبياس كان واحد من أفضل اللاعبين في سبعينيات القرن الماضي. كوبياس نجم نجوم البيرو، كوبياس الذي يظل مصدر افتخار لكل البيروفيين. كرة للأمام وتدخل نايا فاغارد تجده في كل مكان، قادر، حازم، متمكن من كل الأدوات الدفاعية اللي تخليه وأنه يبعد الخطر تماما على دفاع الفريق الوطني. كرة من جديد لسفيان أمرابات نحو ياسين بونو لنايا فاغارد. شوف الضغط العالي الممارس من لاعبي المنتخب البيروفي. 4-4-2 من جديد. كرة حكيم زياش، حكيم لنايا فاغارد، نايف لياسين بونو. ياسين يلعب كرة نحو بلال الخنوس، تعود لحكيم زياش. حكيم وصير المزراوي يرجعها له يلعبها له. كرة للأمام لحكيم لزكريا بوخلال يتحصل على ضربة زاوية للفريق الوطني، والكرات الثابتة ممكن اعتبارها مشروع هدف أول في هذه المباراة للفريق الوطني أمام البيرو، في ظل توفر عدد من اللاعبين طوال القامة، صعود رومان سايس ونايا فاغارد معهم يوسف نصيري والبقية. هذا وقت الهدف وهذا الوقت المناسب لفك هذا اللغز الدفاعي للمنتخب البيروفي. منتخب البيرو يدافع بشراسة أمام الفريق الوطني في هذه المباراة. كرة من حكيم زياش نجم البلوز، نجم نادي تشيلسي. كرة من عبد الصمد الزنزولي لحكيم زياش يلعبها حكيم، والتغطية تعود من جديد لأدفينكولا. حكيم زياش سفيان أمرابات يتكفل بالبقية، يقول لهم أنا هنا حاضر في هذه المباراة. شخصية استثنائية لويس أدفينكولا الذي تحول من ظهير أيمن لجناح أيسر في محاولة منه لاستغلال هذه الكرة المرتدة، لكن تدخل سفيان أمرابات. رومان سايس نجم بشكتاش التركي يلعب لنادي بشكتاش، ولو أنه يستحق اللعب لأفضل النوادي العالمية، واحد من أفضل المدافعين في العالم، هذه وجهة نظر كبار التقنيين والفنيين في العالم. كرة للأمام، كرة تكاد يعطيها الله، والتغطية من دفاع المنتخب البيروفي. تعود من جديد عبد الصمد، حكيم زياش، سفيان أمرابات. تعود من جديد لنايا فاغارد، نايف لسفيان. كرة نحو رومان سايس، كرة للأمام يحيى عطية الله يلعبها من جريسرا بلال. الخنوس محاصر من طرف لاعبين. يا سلام، يلعب كرة بالمليمتر مرة أخرى. كاريو ضاعت تدخل ريناتو في الكرة الماضية. كرة من حكيم زياش يلعبها، والمتابعة والحكم يقول وصلوا اللعب لوجود الخطأ تماما. كرة نحو كاريو أدفينكولا متسلل، والبقية يتكفل بها نايا فاغارد يتدخل لبعض الخطر عن مرمى الفريق الوطني، يتدخل أمام كاريو.
كاش امامه سوى اسقاطه بهذه الطريقه. التدخل في الكره الماضيه من ريناتو تابيا كانت صعيبه شويه، لو كان حكم اخر لا اعلن عن ضربه خطا لمصلحه الفريق الوطني، لكن معليش تتواصل هذه المباراه في سماء مدريد. كره من رومان سيس، رومان لزكريا بوخلال، زكريا من الطرف الايمن، زكريا بوخلال يمر لحكيم زياش، زياش نصير المزراوي لحكيم. منتخب البيرو يضغط دفاعيا، كرة للأمام، زكريا النصير، يلا يا نصير كرتك يا نصير، ويوسف نصيري وتدخل دفاع المنتخب البيروفي، تضيع فرصة أخرى للفريق الوطني. كان بالإمكان وأننا نتابعوا الهدف هذه المباراة للفريق الوطني، عمل كبير من نصير المزراوي. نصير ضير الأيمن الذي يقدم مستويات كبيرة منذ زمن طويل، لم يلعب كرسمي في مكانه طبيعي كضير أيمن في ظل تواجد أشرف حكيمي. هذا قدر المنتخبات الكبرى، يعني كل مركز تجد لاعبين من نفس المستوى، هذا اللي يخلي وليد يتعامل بحزم مع كل الاختيارات الفنيه المتاحه امامه. جماهير منتخب البيرو تساند منتخبها في هذه المباراه، والجماهير المغربيه تدعم اسودها، تقف وراء منتخبها، تقف وراء اولادها، تقف وراء مبدعيها في هذه المباراه هنا في سيفيتاس متروبوليتانو. كرة للمنتخب البيروفي من ريناتو تابيا من جديد سانتا ماريا. كرة على مستوى خط الدفاع، سانتا ماريا للمنتخب البيروفي. منتخب البيرو ادفينكولا معزول تماما في الخط الامامي، طلب متوصل للكره من ادفينكولا، تتحول الكره من جديد، لابادولا والاخر معزول تماما، كره من جديد للفريق الوطني. حكيم، حكيم هذا الزمان، حكيم في خط الوسط، حكيم لنايف اجارد، نايف يبحث عن انطلاقات نصير، فضل انه يلعبها مره اخرى للجريس رادي سفيان امرابات، سفيان يحيى عطيه الله، يحيى عطيه الله، عبد الصمد الزلزولي، لكن لا يتسرع تماما في الكرات مثل هذه. عبد الصمد الزلزولي لحكيم زياش نحو سفيان امرابات، حكيم عبد الصمد الزلزولي لسفيان امرابات، تبادل كروي على مستوى الخط الخلفي، رومان سيس لنايف اجارد، بلال الخنوس، الخنوس كرة لنصير المزراوي، نصير ضير الايمن، نصير ما شاء الله عليه، نصير ما شاء الله عليه، زكريا بوخلال، عبد الصمد الزلزولي، عندك المساحة للتمرير، تسديدة عابرة لكل الحواجز من حكيم زياش. حكيم زياش كان بإمكانه أن يسجل الهدف الأول في هذه المباراة. فرصة وهي فرصة للعناصر الوطنية، سرعة التحول من الطرف الأيمن، وصل المزراوي يلعبها، المتابعة من زكريا بوخلال، عبد الصمد الزلزولي اللي حرر الكرة ومررها لزياش الذي يسدد بعيدا عن المرمى. دفاع البيرو عاني كثيرا امام نصير المزراوي في هذه المباراه. نصير المزراوي يعذب كثيرا دفاع المنتخب البيروفي في هذه المواجهه. كره من سانتا ماريا، كانت صعيبه الكره الماضيه للمنتخب البيرو، تعود من جديد للمنتخب البيروفي. منتخب البيرو نفس الاسلوب، نفس الطريقه، نفس القناعات عند الجهاز الفني للمنتخب البيروفي. كره من ريناتو تابيا من جديد، ريناتو يحاول وانه يجتهد في خط الوسط، يحاول وانه يحرر رفاقه في خط الوسط في هذه المباراه. كره في خط الوسط، يوشيمار يوتون، يوشيمار لسانتا ماريا، سانتا ماريا ريناتو تابيا نحو سانتا ماريا من جديد. مشهد جاليوكا لابادولا امام تراي محور خط دفاع الفريق الوطني، مشهد يخليك تقتنع ان منتخب البيرو هجوميا وجدش ذاته تماما في هذه المباراه. كره من بلال الخنوس لعبد الصمد الزلزولي، عبد الصمد تتحول من جديد لبلال، نحو حكيم يسير وحيدا، لن
تسير وحيدا يا حكيم، والحكم لم يعلن عن ضربة خطأ. تعود من جديد نحو كاريو عبد الصمد الزلزولي. الكرة الثانية مهمة جدا، يعني الأسلوب اللي يلعب به الفريق الوطني منذ زمان، منذ مجيء وليد الركراكي، أسلوب استثنائي. الكل يهاجم والكل يدافع، الكل عنده هدف واحد، القتال إلى آخر رمق من أجل استرجاع الكرة، وهذا أمر مهم جدا. في بعض الأحيان كنا نهاجم جيدا، كنا نصنع حلول كثيرة، لكن لم نكن ندافع بشكل جيد، ولم تكن هناك فلسفة موحدة في التعامل مع المنافسين لما تكون الكرة عندهم ولما تضيع منا الكرة. هذا شيء مختلف مع وليد الركراكي، الكل يدافع والكل يهاجم. ونعرفين كلها تتحول من جديد من رومان سيس، رومان لبلال الخنوس، عبد الصمد الزلزولي، عبد الصمد يمر، عبد الصمد المعزول وراء كماشة دفاعية بيروفيا ليوسف نصيري، يوسف لنصير المزراوي، نصير يلعبها من الطرف الايمن لزكريا بوخلال، زكريا بوخلال ينتظر الدعم والسند. نصير مزراوي، حكيم زياش، سفيان امربات، طلب للكرة من بلال الخنوس، ضاعت. تتحول من جديد للمنتخب البيروفي، وسفيان امربط يسترجعها، يلعب ليوسف نصيري، يوسف وجد امامه يحيى عطيه الله، يحيى الظهير الايسر، يحيى يلعبها من جديد لزكريا بوخلال، زكريا بوخلال لاعب نادي تولوز الفرنسي، يلعبها 1-2. كان خطا يلا زكريا كورتك يا زكريا، مازال الكرة ومازال الخطورة للعناصر الوطنية. بلال يسدد لكن بعيدا عن مرمى المنتخب البيروفي. فرصة أخرى تضيع للفريق الوطني في الجولة الأولى من هذه المباراة. التدخل عن نصير المزراوي، الحكم لحسن حظنا أنه زكريا استرجع كورته، وشوف العمل الكبير لسانتا ماريا مع يوسف نصيري. وليد الركراكي في بنك البدلاء يقف شاهدا على ما يقع في هذه المباراة. وليد نعرف جيدا عن الكلمة والعبارة التي كانت تاريخية في المونديال، نية وردة الوالدين اللي كانت حاضرة بقوة، وهذه الابتسامة الجميلة جدا لأشرف حكيمي مع منير المحمدي وباقي بدلاء الفريق الوطني. النية، وكلما أحسنت نيتك أحسن الله حالك، وكلما تمنيت الخير لغيرك جاءك الخير من حيث لا تحتسب. وردة الوالدين لا يستقيم بها حال الإنسان في طبيعة الحال في كل المجالات، ضيفوا لها الاجتهاد، يعني النية وردة الوالدين والاجتهاد والتضحية وتبديل القميص، لأنه القميص الذي يرتضيه كل لاعب عندهم وعي تام بأن القميص غالي جدا، يمثل بلد في عمر ما يزيد عن 12 قرن، بلد عظيم. ونحن اليوم نتوفر على منتخب يستحق منا كل احترام، منتخب يستحق منا كل الثناء وكل الإشادة وكل الدعم، نوقف وراءه في السراء والضراء. نعود المباراة والكرة للمنتخب البيروفي، منتخب البيرو لبيدرو غاليس. لم يتبقى الكثير عن نهاية الجولة الأولى من هذه المباراة بين البيرو والفريق الوطني، والنتيجة كما من حضراتكم لازالت 0-0. كرة من فاجرت، زكريا بوخلال يمر، والتغطية من دفاع المنتخب البيروفي ميغيل تراوكو لسفيان امربات، سفيان ميغيل، الضغط العالي وسعادة الكرة من كاريو. الحكم يقول خطأ للعناصر الوطنية. ضربة خطأ للفريق الوطني. كرة ثابتة، حل آخر يلوح في الأفق في هذه المباراة لمنتخب أسود الأطلس. حكيم زياش هو من يتكفل بتنفيذ الخطأ. الجمهور المغربي يدعم يساند الفريق الوطني. المدرجات تتزين بالأعلام الوطنية، ونظرت حكيم من ضمن شيء أن ستخيب في هذه الكرة الثابتة. كرة منك يا حكيم يلعبها، حكيم وجرى للحارس البيروفي. كرة لمنتخب البيرو غاليس، زامبرانو
للمنتخب البيروفي سانتا ماريا أندرسون. طلب للكرة من يوتشيمار يوتون كلاعب ارتكاز يقوم بدور مهم جدا في التغطية الدفاعية والرئة التي يتنفس منها منتخب البيرو، واللاعب الذي ينظم المنتخب البيروفي سواء دفاعيا او هجوميا يلعب دور مهم جدا رفقة ريناتو. كرة من سانتا ماريا لبيدرو غاليس، تصل كرة لسانتا ماريا. يوشيمار يوتون يلعبها من الطرف الايمن، زامبرانو تضيع، تتحول من جديد للفريق الوطني. يوتون للحارس غاليس، كرة للبيرو. رادار حاضر بتقلو، رادار خط دفاع نايفاغارد نظام دفاعي مشفر ب نظام تشفير معقد للفريق الوطني، يضم كل من نايفاغارد ورومانسيس. كرة من جديد ادفينكولا، زامبرانو في خط الوسط ليوتون، تصير كرة ريناتو تابيا. ريناتو خرج كرة من الجهة اليسرى وتدخل من دفاع الفريق الوطني. وصل المزراوي دفاعيا 10/10، هجوميا لا يناقش. كرة من جديد حكيم زياش، تصل من جديد لرومانسيس، 3 دقائق وقت مضاف. تلعب كرة لحكيم، حكيم عنده بلال، حكيم يلعبها ليحيى عطية الله. يحيى سفيان أمرابات نحو عبد الصمد، تصل من جديد سفيان أمرابات لنصير المزراوي يلعب كورته لنايفاغارد. وليد اليوم يخضع خط الوسط لمتغيرات يبحث من خلالها عن خيارات أخرى، نظم تكتيكية أخرى ممكن وأنه يلجأ لها في مباريات كأس أفريقيا وفي تصفية كأس العالم. ضربة خطأ لسفيان أمرابات، أفضل لاعب ارتكاز في العالم، يعني هناك قناعة لدى الكل أنه أي مدرب في العالم يتمنى توفر على سفيان أمرابات. كبار نجوم كرة القدم العالمية يتحدثون بإعجاب كبير على سفيان أمرابات. بلال زكريا لنصير المزراوي مر يلعبها من جديد لزكريا بخلال اللي حضر كورته لحكيم زياش. ماذا سيقوم به حكيم؟ يسدد وتدخل دفاع المنتخب البيروفي. لو لم ترتد من دفاع المنتخب البيروفي لا أخذت مكانها في مرمى الحارس البيروفي. ترويض كرة بالقدم اليسرى وتسديدها باليمنى وتصدي للدفاع البيروفي. ضربة زاوية للفريق الوطني، حكيم زياش مرة أخرى، هي الخامسة أظن في هذه المباراة، هي خامس ضربات الزوايا للفريق الوطني في هذه المباراة. حكيم زياش يلعبها لعبد الصمد الزلزولي لحكيم، حكيم مجددا نحو عبد الصمد وتدخل يوتون من الجهة اليمنى، والكرة ضربة مرمى للحارس غاليس. نلعب ثاني دقائق الوقت البدل الضائع، والنتيجة كما أمام حضراتكم لازالت 0-0 بين المغرب والبيرو. ولا شيء يوحي أنها مباراة ودية اليوم بين البيرو والمغرب، ولا شيء يوحي بأنها مباراة ودية. هذه مباراة رسمية في أدق تفاصيلها وجزئياتها وطبيعة إدارتها. كرة من جديد للمنتخب البيروفي، يوتون يلعبها زامبرانو عنده ادفينكولا لكن فضل أنه يلعبها للجهة اليسرى أين يتواجد ماركوس لميغيل تراوكو. تصل من جديد يوتون لزامبرانو والخطأ بيروفي. يوتون ريناتو تابيا، تصل من جديد للمنتخب البيروفي. ميغيل تراوكو ليوتون للبيرو. آخر محاولات المنتخب البيروفي ادفينكولا لريناتو ادفينكولا. منتخب البيرو يضغط من الطرف الايمن، يبحث عن المساحات التي لم يجدها تماما طيله دقائق الجوله الاولى. تعدى بكثير وراء الكره منتخب البيرو، ما وجدش ذاته تماما سواء من الناحيه الدفاعيه والهجوميه. وهنا حكم المباراه للجوله الاولى